أديب رقص بطريقة غريبة ولميس الحديدي معرفتش تمسك دموعها. ليلى علوي رقصت على 1:30. خطوبة نور ابن عمرو أديب ولميس الحديدي حصل فيها ايه وايه الكواليس اللي دارت في السر؟ خطوبة نور جمعت بين عمرو أديب ولميس الحديدي بعد الانفصال قدام الناس كلها لأول مرة، وكانوا مبسوطين جدا بابنهم والفرحة مش سايعاهم. ولميس معرفتش تمسك دموعها أبدا ونسيت كل اللي وصلت ليه، والكل شافها وهي أمه بس. وقفت جنب ابنها عشان يلبس عروسته الشبكة، وكانت بترقص وتزغرط وسلايفها القدام مش سايبينها، وهما منال سلامة وهالة سرحان. بس علاقتها بعمرو أديب ما كانتش أحسن حاجة، وواضح إن الانفصال لسه مأثر على الطرفين، وحتى لو ده حاصل بس فرحتهم كانت أكبر بكتير. وليلى علوي بقى وإلهام شاهين قاموا بالواجب على الآخر وقضوها رقص وفرحة وغنى، وهشام عباس هو اللي أحيا الخطوبة، وعمرو دياب قعد يرقص بتصرفات غريبة مع أميرة أديب بنت أخوه من فرحته.